السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض البوريك اللي بالجبنه. عايزه اقولك هتعمليه في البيت، وبصي مش هتجيبيه من الفرن تاني، وهتوفري مش هتشتريه من الفرن تاني. مش هيكلفك حاجه خالص. بصي مقاديره سهله جدا وطريقته سهله جدا جدا. وحاجه كده بقى ولادك هيحبوها، هتبقى حلوه للفطار وللعشاء كمان. بجد مع شاي او مع شاي بلبن. اول حاجه كده هنقول بسم الله، وهنجيب معانا نص كيلو من الدقيق، معاه نص معلقه صغيره من الملح، معاه باكت خميره فوريه او معلقه كبيره خميره فوريه، مع معلقتين كبار من لبن البودره زي ما انت شايفه كده. وهنقلب المكونات الجافه دي كده بالمعلقه الاول قبل ما نحط الزبادي. هنقلبهم كده مع بعض زي ما انت شايفه. وبعد كده بقى هننزل عليهم بمعلقتين من الزبادي، وهنحط معلقة الصلصة، واخر حاجة بقى هنحطها ربع معلقة ربع كوباية من الزيت، بمعدل 5 معالق او 6 معالق من الزيت يكونوا كبار. ومعانا طبعا كوباية مية دافية دي للعجن. طبعا احنا محطناش الكوباية كلها، حطينا 3/4 الكوباية كده. وهنبدأ بقى نقلب كده كله مع بعضه، ولو احتاجنا هنزود مية. احنا طبعا بنفضل نعجن فيها كويس جدا، لان طبعا عشان المعجنات تبقى كويسة معاكي لازم بتبقى محتاجة عجن كويس جدا. طبعا هنا كانت محتاجة مية، فطبعا بننزل عليها كل ما بنلاقي العجينة محتاجة لسه مية معانا بنحطها، لحد بقى ما كده خلاص كانت خلاص كده بقت تمام. هبدأ بقى احطها في بولة كده عشان عايزاها ترتاح. انا مش هسيبها لما تخمر، لا، انا عايزاها ترتاح بس. انا بس كنت هنا بنقلها في بولة اكبر. وبعد كده بقى هغطيها بالاسترتش وهسيبها بمعدل ربع ساعة ترتاح. وبعد كده هنقطعها طبعا قطع صغيرة عشان نبدأ بقى نشكلها. هنا خلاص كان الربع ساعة عدت، فطبعا بقى هنا انا بطلعها بقى كده زي ما انت شايفة كده. وهبدأ بقى اقطعها لقطع صغيرة. طبعا انا هنا عايزة اقولك ان هم عملوا معايا حسبة 36 واحدة او 35 واحدة. إيه، لو طبعا بس انا كنت حابة الحجم ده، لو انت عايزة تصغري الحجم ده ممكن يعمل معاكي اكتر من كده في العدد كمان، يعني النص كيلو ممكن يديكي عدد اكبر من كده. انا هنا بقى كنت خلاص كده بكور فيهم علشان إيه، اسيبهم برضو يرتاحوا. هنا خلاص كانوا عملتهم، هغطيهم بقى كده بكيسة زي ما انت شايفة. بس كده هسيبهم برضو يرتاحوا حسبة برضو من 10 دقايق لربع ساعة. بعد كده بقى هنرجع نبططهم زي ما انت شايفة كده. طبعا بتقلبيها على ظهرها كده، وبتبدأي بقى تفرديها كده. طبعا انا كنت بقى هحشيها جبنة. انا طبعا جبت جبنة، كان عندي جبنة فيتا، بحط عليها شوية زعتر كده وشوية من الزيت، وبدعكهم مع الجبنة كده، بتبقى طعمها حلو قوي. لو انتي ما عندكيش زعتر عادي بتعمليها كده لوحدها جبنة وتحطيها، ما فيهاش اي مشكلة خالص. وهنا بقى بتقفليها كده زي ما انت شايفة. واهم حاجة تضغطيها كده علشان ما تفكش معاكي في التسوية، لازم تضغطيها، دي اهم حاجة. تضغطي فيها كده، تقفليها كويس كده، وبعدين تقفليها بقى كده زي ما انت شايفة. لازم تتكي عليها قوي. وبعد كده بقى خلاص كده ما بتعمليش فيها حاجة تاني، بتحطيها بقى في الصينية بتاعتك. والصينية ما تبقاش مدهونة حاجة، يعني انت ما بتدهنيش الصينية حاجة، بتحطيها على طول كده. انا كنت خلصت طبعا الكمية كلها. صلوا على النبي يا جماعة. وطبعا اشتركوا في القناة بتاعتي عشان انا قناتي نفسي انها تكبر ان شاء الله بالدعم بتاعكم. طبعا مستنية بقى تعليقاتكم، ومستنية كمان لايكاتكم واشتراكاتكم في القناة. وجربوا الوصفة دي هتعجبكم قوي قوي، وطريقتها سهلة خالص ومتاخدش معاكي اي وقت. زي ما انت شايفة كده انا كنت بقى بقفل فيها وخلاص كده، بتلفيها وخلاص بتحطيها في الصينية بتاعتك. ما بتاخدش وقت خالص خالص يعني. بصي سهلة، الطريقة سهلة خالص يا جماعة. دي كانت اخر واحدة بقى كده، انا هوريها لكم برضو
تضغطي عليها جامد عشان ما تفكش، عشان اهم حاجة انها ما تفكش معاكي في التسوية. بعدين بتقفلي عليها كده وبعد كده خلاص اهو، بس كده. هنا بقى انا خلاص كده كنت محضرة بقى نص كوباية من اللبن. إيه، وهدهن بيها بقى الوش بتاع البوريك. هدهن بقى الوش كده عشان لسه هحط عليه حبة البركة، عشان طبعا الوش بتاعها يبقى ساب، يبقى محمر كده، وفي نفس الوقت حبة البركة اللي انتي هترشيها عليها تبقى ثابتة عليها. طبعا بتوزعيها كلها كده، بتدهني الوش كله كده زي ما انتوا شايفين. طريقتها سهلة خالص يا جماعة، مش هتكلفك حاجة خالص يعني، مش هتاخد معاكي وقت يعني. بعد ما تشوفي الفيديو ده ان شاء الله قومي اعمليها على طول يعني. بصي حلوة ازاي. هنا بقى بتحطي حبة البركة، عندك سمسم ممكن تحطي سمسم، لو ما عندكيش حبة البركة ممكن تحطي عليها سمسم عادي، مفيش مشكلة خالص. كده خلاص بقى، انا كنت مسخنة الفرن ويدوبك حطها على طول. هنا بقى كانت طلعت من الفرن، عايزة اقولك ريحتها وبصي شكلها كان حلو جدا، وطعمها كان حلو جدا، ومستوية ازاي من جوه ومن بره، وبصي عالية ازاي. بصي شوفي علوها قد ايه، حلوة قوي 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 بجد، يعني مش هتشتريها من الفرن تاني. حلو جدا. انا دلوقتي هفتح لك واحدة كده عشان اوريها لك قد ايه مستوية من جوه، وقد ايه جميلة وهشة كمان. عايزة اقولك انها هشة خالص من جوه. بصي، بصي هشة قد ايه، حلوة جدا، وكان طعمها حلو جدا بجد. ما تكسليش وقومي اعمليها كده، بجد هتبقى حلوة قوي.